النهارده هحكي لحضراتكم عن فيلم اسمه بيت الروبي، بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنان كريم محمود عبد العزيز والفنانة نور والفنانة طارة عماد. الفيلم بيتكلم عن ايه؟ وايه الرسالة اللي المفروض نخرج بيها؟ وهل هي رسالة ليها اثر ايجابي ولا سلبي على تربيتنا لاولادنا؟ بقى عيب وما يصحش. فيلم بيت الروبي بيحكي عن إبراهيم الروبي اللي هو بيقوم بدوره الفنان كريم عبد العزيز، اللي هو عايش مع أسرته في مكان منعزل في دهب، حيث البحر والسماء والصحراء وخلاص، في منطقة تقريبا مش عايش فيها حد. وفي يوم بيجيله أخوه إيهاب الروبي اللي بيقوم بدوره الفنان كريم محمود عبد العزيز، بيقول له أنا عايزك تيجي معايا القاهرة نعمل شوية مشاوير حكومية كده وكم مشوار مهمين نخلصهم وبعد كده ارجع تاني على دهب. وفعلا بتتحرك كل أسرة إبراهيم الروبي على القاهرة، اللي هي عبارة عن هو ومراته اللي بتقوم بدورها الفنانة نور وولادهم اللي هم بنوتة صغيرة وولد على مشارف المراهقة. وهم في القاهرة حصل حاجة يمكن هي الرسالة الأساسية من الفيلم، تأثير السوشيال ميديا على حياتنا. هو إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن مرات أخو إبراهيم الروبي اللي هي الفنانة طارة عماد من البلوجرز اللي هم ناشرين كل حياتهم على السوشيال ميديا. عارفين الناس اللي قبل ما ياكلوا يروحوا مصورين الأكل وحاطينه على انستجرام، اللي هم لما يروحوا مكان جديد ولا غريب أول حاجة يعملوها إنهم يفتحوا الموبايل يصوروا ستوري ولا يفتحوا لايف عشان يوروا الفولورز بتوعهم هم فين. هي طالعة من الناس دي. والموضوع ده نشر حياتنا كلها على السوشيال ميديا ما كانش عاجب شخصية كريم عبد العزيز في الفيلم، لأن طارة عماد ما كانتش حتى بتحترم إنها تسأل الناس اللي معاها هل هم عايزين ينشروا كل حياتهم كده على السوشيال ميديا ولا لا. ففي مرة وكل العيلة في البيت شخصية طارة عماد كانت فاتحة لايف بتكلم المتابعين بتوعها عن حاجة، وكريم عبد العزيز ما كانش يعرف، فكان عمال ينده على ابنه. الولد كان بيلعب جيم ومش واخد باله خالص، ينده مرة واتنين على ابنه الولد مش سامع، فراح مزعق فيه. فمرات اخوه راحت قايله له انت بتزعق كده ليه؟ وطي صوتك، ده انا فاتحه لايف. راح منفجر فيها وقعد يقول كلام من قلبه من نوعيه ما ينفعش الناس كلها تشوف حياتنا كده، وازاي ادق تفاصيل حياتنا السوشيال ميديا كلها بقت تعرفها والكلام ده. فالمتابعين بتوعها استحسنوا الكلام بتاعه والفيديو انتشر جدا، وعيله الروبي نامت وصحيت لقت الفيديو ده مكسر الدنيا والترند رقم 1 في مصر، وكل التوك شوز بيتكلموا عنه، والناس بقت لما تشوف ابراهيم الروبي في الشارع تتصور معاه وتبقى عايزه تاخد التوقيع بتاعه. وجات لابراهيم الروبي ايجنسي وكاله من بتوع الاعلانات والتسويق تقول له احنا هنمسك الشغل بتاعك على السوشيال ميديا في مقابل اننا هناخد منك شويه فلوس، وهو بيوافق. وفعلا عملوا كده، وابراهيم الروبي بسبب الحركه دي بقى اشهر من النار على العالم زي ما بيقولوا. لكن بعد كام يوم بعد ما الترند هدي زي اي ترند بيطلع وبعد شويه الناس بتنساه، راحت الوكاله دي جايبه ناس يصوروا فيديوهات عن ابراهيم الروبي ومراته ويطلعوها تاني على السوشيال ميديا. الفيديوهات دي بتتكلم عن ايه؟ بتحكي عن مرات ابراهيم الروبي اللي هي الفنانه نور اللي طالعه في الفيلم بتشتغل دكتوره نساء وتوليد. اللي حصل ان في مره من المرات زمان وهي بتولد واحده، الست المريضه وابنها البيبي توفوا، رغم ان التحقيقات اثبتت ان الدكتوره اللي هي نور ما غلطتش في حاجه، لكن الوقت ده الدنيا اتقلبت عليها وعلى جوزها لدرجه ان هم ما كانوش قادرين يمشوا في الشارع. فالوكاله بخباثه استغلت الموضوع ده عشان تطلع ابراهيم الروبي تاني على الساحه فيفضل ترند فيتربحوا من وراه. بس طبعا لما ابراهيم الروبي عرف ان الوكاله اللي تبعه هي اللي عملت كده سابهم ومشي. زي ما انا متفقه مع حضراتكم في مشروعنا نقد اخلاقي ان اي عمل بنتناوله بنقيمه على مستوى الافكار المتقدمه في الفيلم فالمفروض نخرج بيها، ومستوى السلوكيات من مثلا الفاظ او عري او اي حاجه تحت بند السلوكيات. بالنسبه لمحور الافكار، فيلم بيت الروبي بيقدم رساله مهمه وايجابيه جدا، مدى تاثير السوشيال ميديا على حياتنا، وازاي في بعض الناس بتستغل السوشيال ميديا اسوأ استغلال وتبيع قدامها اي حاجه لمجرد انها تفضل تتربح من وراها. فمثلا ده ظاهر في الفيلم عن طريق الوكاله اللي كلمت ابراهيم الروبي لما لقيته ترند وخلته يعمل اعلانات كتير عشان
علشان تتربح من وراه، ولما الترند بتاعه ابتدى يتنسي راحت مطلعه تاني المشكله القديمه اللي حصلت له هو ومراته عشان يفضل على الساحه فياخدوا فلوس من وراه. وكأن الوكاله دي بتقول مش مهم اي حاجه، مش مهم سمعه الناس، مش مهم نخاطر حتى بحياتهم في مقابل الفلوس. بس الفيلم مش بيقف هنا، بيقول لنا ان احنا ممكن كمان نستغل السوشيال ميديا في حاجات مفيده ونافعه، وده كان ظاهر في الاخر لما ابراهيم الروبي خلاص قرر ان هو هيعيش في القاهره والهروب مش حل، ورجع شغله كدكتور في الجامعه. لما الطلبه بتوعه طلبوا منه انه يطلع لايف علشان يشرح لهم وافق. فمعنى كده ان السوشيال ميديا زي ما ليها عيوب وفي ناس بتستغلها استغلال سيء جدا، ليها كمان مميزات وممكن ننتفع بيها في مجالات كتيرة. من ضمن كمان القيم اللي متقدمة في الفيلم قيمة الأمانة، وده ظهر في الآخر لما الفنانة نور اللي هي دكتورة نساء وتوليد ابتدت تعمل انترفيوز عشان ترجع تشتغل في مستشفيات تاني، فقاعدة مع مدير أحد المستشفيات وبتقوله بس حضرتك لازم تعرف حاجة، وفهمنا من المشهد ده يعني إن هي هتحكي له على المشكلة القديمة. ودي قيمة مهمة قوي يا جماعة، قيمة الأمانة، إن أنا لما أكون في انترفيو ولا حد طلب مني شهادة مثلا في حق حد، ولا حتى بتكلم مع بابايا ومامتي، إني أحكي الموضوع بأمانة، مش أخبي ولا أكذب ولا أحور في الكلام عشان يعني أحمي نفسي وانقذها من المشاكل. قيمة الأمانة من أهم القيم اللي لازم نزرعها في ولادنا وإحنا بنربيهم. نقطة كمان في منتهى الأهمية، العلاقة الرائعة بين إبراهيم الروبي اللي هو كريم عبد العزيز وبين ولاده، وبصراحة دي حاجة إحنا ممكن نكون مفتقدينها في كتير من بيوتنا دلوقتي، إن الأب يكون على علاقة وثيقة وقريبة بولاده. في أبهات كتير بيحاولوا يعملوا كده بس ظروفهم فعلا مش بتساعدهم، بسبب إنهم مثلا موجودين في بلد تانية أو إن هم بيشتغلوا شغلانة بتخليهم معظم الوقت بره البيت. ربنا يبارك في صحتهم وفي عمرهم وفي رزقهم يا رب. بس في أبهات تانية ما عندهمش العذر ده بصراحة، وبيتلككوا بالشغل وبالظروف، فبيبقوا مالهمش أي علاقة بولادهم لدرجة إنهم مش عارفين هم في سنة كام. بقى ده معقول يا جماعة؟ بقى هنتحجج بالشغل عشان نقطع علاقتنا بولادنا للدرجة دي؟ فبشكل عام الأفكار اللي متقدمة في فيلم بيت الروبي أفكار إيجابية ومهمة جدا في التربية. أما بالنسبة للسلوكيات، الفيلم ده للأمانة فيه سلوكيات قليلة كأنها كده فلتت من صناع الفيلم. فمثلا في أول الفيلم، أول لما إيهاب الروبي اللي هو الفنان كريم محمود عبد العزيز راح لأخوه بيعرفه على مراته وبيقول له مراتي دي بقى كانت حامل من أول يوم جواز، دليل يعني أنا أسفة على قوته الجنسية. إفيه كده يكسف وملوش أي لازمة. في حاجة كمان شفتها في الفيلم وما عجبتنيش خالص بصراحة، شخصية كريم عبد العزيز من وقت للتاني كان يعاكس ست، يبص لست تانية بصة كده مش ولا بد. طب انتم مطلعين الراجل فاميلي مان وبيحب مراته وبيعشق ولاده وضحى بشغلانته دكتور في الجامعة عشان يحمي مراته وولاده من المشاكل اللي كانوا بيمروا بيها في القاهرة. نموذج رائع للزوج والأب المحب المضحي. ما كانش ليها لازمة بقى حكاية معاكسة الستات دي، فنوري ولادنا ان عادي راجل يعني عظيم كده يعاكس الست دي ولا يبص للست دي بصة مش تمام. بصراحة حاجة وحشة قوي. واخر نقطة في السلوكيات استوقفتني في فيلم بيت الروبي، ان لما ايهاب الروبي الفنان كريم محمود عبد العزيز راح لاخوه ومراته اللي هي بنت عمهم في نفس الوقت، راح مسلم عليها وبايسها من هنا ومن هنا. لقطة غريبة جدا ومش مفهومة. هو مش الطبيعي ان واحد يسلم على مرات اخوه ولا حتى بنت عمه ويبوسها؟ هي اصلا مش من محارمه، مش من الناس اللي ينفع يبوسها. والتسيب في النوعية دي من العلاقات يا جماعة، ان الراجل يبوس اخت مراته ولا الست تبوس اخو جوزها، بتعمل مصايب في البيوت. فلو سمحتوا لو حضراتكم شفتوا بيت الروبي او ولادكم شافوه لازم تعلقوا لهم على اللقطة دي. هي صحيح ما خدتش ثواني، بس الحاجات دي مخنا بيستقبلها ومع التكرار بنتعامل معاها على انها عادي، وهي مش عادي خالص. فكل مرة في مشروعنا نقد اخلاقي هنقيم العمل الفني اللي احنا بنتناوله على ميزان الاخلاق. تقييمي لفيلم بيت الروبي على ميزان الاخلاق هو 9/10، والفيلم ده آمن إلى حد كبير على الأسرة وعلى المراهقين، والقيم اللي بيقدمها مهمة قوي إننا نستخدمها في تربية ولادنا. والحقيقة أنا عايز أشكر صناع فيلم بيت الروبي لأنهم قدموا لنا وجبة عائلية جميلة في وقت
كتير من الأعمال الفنية بتعتمد أصلا على الإفيهات الجنسية والعري وقلة الأدب، فمعنى كده إن صناع فيلم بيت الروبي فاهمين ومركزين وعايزين يقدموا قيم إيجابية بسلوكيات الأسرة تقبلها. فشكرا لكل القائمين على فيلم بيت الروبي، وأتمنى إنهم يقدموا لنا أعمال أكتر من النوعية دي. اللي شاف من حضراتكم فيلم بيت الروبي أو حتى سمع عنه مني دلوقتي، تدوله كام من 10 على ميزان الأخلاق؟ سلام عليكم.